الفل عليكم حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا جدا. صباحكم فل، صباحكم رضا من الرحمن. يلا بينا كده بقى النهارده نتنشط ونصحى الصبح ونشرب القهوه بتاعتنا، ونبدا بقى نصور الفيديوهات الجميله. بقى عامله لكم سلسله من الفيديوهات الجميله، يا رب تعجبكم. بس قلت اصبح عليكم كده الاول بقى من الشمس الجميله دي والمناظر الجميله. صباحكم رضا من الرحمن. وما تنسيش بقى تحطي اللايك والكومنت الحلو الجميل اللي بيعجبني منك واللي بيحفزني. ومعلش لو كنت مقصرة في الفترة اللي فاتت، بس والله غصب عني. يا رب دايما كده ابقى عند حسن ظنكم واقدم لكم كل حاجة عجباكم. يلا بقى قومي اتنشطي كده معايا ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا بقى كده يا أمرايا. والنهاردة فيديو جديد عبارة عن مجموعة من الأفكار التحفة الجميلة جدا البسيطة اللي هتنفعك في مطبخك. طيب هتعملي لنا ايه النهاردة يا نهى؟ زي ما انت شايفة كده، أول فكرة معايا ان انت لو عندك عايزة تحطي مثلا ورق الزبدة. احنا كلنا طبعا عارفين لما بتيجي تحطي ورقة الزبدة في الصينية بتقع، يعني بتقع، بتبقى مش متثبتة كده في الصينية. طيب هنعمل ايه؟ هتشوفي دلوقتي معايا هعمل ايه. فكرة بسيطة جدا، ولا هتحطي بقى كريمه تحتها، ولا هتحطي مثلا صوص الشوكليت زي ما كنا بنشوف. لا، انت هترشيها رشه ميه بسيطه، وهتقومي لازقه عليها ورق الزبده، وهيتلزق بمنتهى السهوله. هتشوفي معايا دلوقتي كده الفكره، وهتشوفي معايا اما حطيت الميه ورق الزبده مش هيقع خالص. انا بقول لك كده من غير حاجه غلط. طب ايه الصح بقى اللي هتشوفيه معايا دلوقتي؟ حقيقة يا جماعة والله يعني يا ريت نهتم بالقنوات اللي بتقدم محتوى حلو، محتوى هادف. لاني بدأت اشوف ان معظم القنوات اللي بتقدم محتوى هادف مشاهداتها واقعة ومشاهداتها قليلة جدا. والقنوات اللي بتقدم الاسفاف يعني هي فعلا بتهدم والله. يعني انا بقول بتقدم، فهي جت بتهدم، هي فعلا بتهدم حاجات ملهاش اي 30 لازمة. بلاقي صراحة مشاهدات عالية جدا، والله حاجة تحزن بجد. يا جماعة ادعموا المحتوى الهادف. دي حاجة كنت عايزة اقولها. بس زي ما انتوا شفتوا كده الصينية ثبتت معانا. تاني حاجة بقى، الفكرة التانية، لو انت عندك طماطماية عايزة تقشريها، بصي عمالة اقشرها بالسكينه كده، بحاول مش عارفه خالص. طيب عايزه اقشرها، اعمل ايه؟ زي ما انت شايفه كده، حطي في الطماطمايه دي شوكه او سكينه، امسكيها باي حاجه يعني، وعلى النار كده ابداي قلبيها زي ما تكوني كده ايه بتشوي بتنجان عشان البابا غنوج. هتلاقي القشره اتشالت بمنتهى السهوله. ولو انت عايزه بقى بعد كده مثلا بدل ما تصفي الطماطم من القشر وكلام من ده، لا، انت هتعصريها مثلا في الخلاط من غير ما تصفيها، او لو عايزه بعد كده تبشريها وما يكونش فيها القشره. فصراحة فكرة جميلة جدا عجبتني اما شفتها في قناة تركية، وقلت اقدمها لكم او اجيبها لكم يعني. ان انت مجرد ما بتحطيها كده وبتبداي تشيلي القشرة، بتتشال معاكي بمنتهى السهولة، ما فيهاش حاجة خالص. هتشوفي دلوقتي كده معايا انا جايبه ورقه زبده، وهشيل بيها كده القشره. هتلاقيها بصي محمره كده، هي اللي محمره دي. وزي ما بوريكي دلوقتي معايا طالعه من غير ما تعملي اي مجهود خالص. لان كمان بيبقى فيه سلطات ساعات محتاجه ان احنا نبقى نقشر الطماطم. طبعا الطماطم يعني صعب تقشيرها من غير ما تعملي لها الحركه دي، او ممكن بقى تسلقيها على النار، دي حاجه تانية. دي الفكره التانية معايا. لو وصلتي لغاية هنا بقى من الفيديو والفيديو عجبك، ما تنسيش تحطي اللايك. ويا سلام بقى لو تعملي لي شير كده، يبقى انتي حبيبة قلبي. والكومنت الحلو المشجع كده اللي دايما بيحفزنا ان احنا نكمل. وصراحة كل كومنتاتكم جميلة، وبجد بجد انا بحبكم في الله. اهو زي ما انت شايفة معايا كده اتشالت وبقت كويسة جدا. طيب دلوقتي الفكرة اللي بعدها هتشوفيها معايا برضو فكرة عملية وفكرة سهلة جدا، وتوفر لك ان انت تحافظي على الكاتل بتاعك. كلنا عندنا الكاتل ده بيبقى الفيشة بتاعته طويلة، وساعات بقى بتقعدي تحطيها كده ورا الكاتل، لا توقع لك حاجة، يقع عليها حاجة. لا يا جماعة، في فكرة احلى اهو. انا هنا هحطها لك في الفيشة، بصي زي ما انت شايفه معايا كده. فانا بقول لك دي غلط ان انت يبقى السلك كده ورا بالطريقه دي. طيب ايه بقى هنعمل ايه طيب يا نهى للفكره دي؟ يعني عشان لو السلك طويل، انت ارفعي كده الكاتل السخان من تحت، هتلاقي فيه زي دايره كده هي بيتحط عليها السلك، بتقصريه بالطول اللي انت عايزاه اهو زي ما انت هتشوفي معايا كده. وبتخليه على قد بس ان هو يدخل في الفيشه، وما يبقاش فيه سلك طويل ولا حاجه الكاتل يبوظ معانا او يقع عليه حاجه او اي حاجه من الحاجات اللي انا بقولها لك دي. اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده.
الفكرة اللي بعدها اللي هو أنا عايزة أسن السكينة وما عنديش المسن. طيب هاعمل إيه؟ بُصّي أنا عمّالة أحاول أقطّع الطماطماية مش عارفة خالص، يالّا بينا بقى على الشعلة بتاعتِك وهاتي السكينة وحمّيها كده من الجنبين، اقعدي سخّنيها من الجنبين شوية كده وشوية كده لغاية ما تسخن معاكِ، وهاتي بقى مَج واقلبيه يا ست الكل معايا كده، وابدئي إن أنتِ ادعكي السكينة دي في المَج كده من تحت في الحتة الحواف دي اللي أنتِ شايفاها أهو بالشكل ده. هتلاقي السكينة اتسنِّت معاكِ ما شاء الله، طبعًا دي تعمليها مع السكينة، مع المقص، مع أي حاجة يعني عايزة تسنّيها، وتبدئي إن أنتِ تستخدميها، تشطفيها بس الأول بعد ما تسنّيها، وتستخدميها هتلاقيها بسم الله ما شاء الله بقت حامية من غير ما أسَنّ معانا ولا من غير أي حاجة. فكرة جميلة وبسيطة أهو، هتشوفي دلوقتي وأنا باقطع الطماطم هتتقطع بمنتهى السهولة، لإن هي بقت حامية جدًا من تسخينها على النار، وبعد كده عملتها في المَج من تحت. أهو بُصّي، يعني بجد جرّبوها، دي فكرة جميلة. الفكرة اللي بعدها بس صراحة الفكرة اللي بعدها هي كانت عايزة تتعمل باللي هو السلك اللي هو التاني، مش السلك الناعم ده، لأ السلك المُغلّف، بس أنا ما كانش عندي وكنت خلاص باصوّر الفيديو، فحبّيت إيه أعملها، فقُلت أجرّبها بالسلك ده ما فيش مشكلة. هنا باورّيكِ إن السلكة بتُقع أمّا تحطّيها كده، لأ دي غلط، طبعًا السلك التاني بيبقى مفرود أكتر وبتعرفي تلمّيه أو تفرديه كويس وتضمّي بيه الليفة بتاعة المواعين دي. فهي هتبدئي إن أنتِ تجيبي كده السلك بقى التاني وتلمّيه كده بالطريقة دي وتدعكي بيها، هتلاقيها إنها مسكت فيها وما فيهاش أي مشكلة. وما تنسيش تحطّي اللايك يا ست